يعني ديك الصفة اللي انت كتعرفها فيه راها يعجبها وكتعجبو وكيرتاح ليها، وإلا عرفتو بها كيتميز فعلا، كيتميز وكيبان بأنه متميز عن الآخرين فتعرفه بها. كتقول هذا فلان مثلا الطبيب مثلا على سبيل المثال، يمكن لك تعرفه بصفة أخرى من الصفات أو بواحد الاختصاص دقيق ديالو. ولله المثل الأعلى. رب العالمين عرف شهر رمضان بأبرز ما فيه، وهو أنه كان مناسبة لنزول الوحي من السماء عبر تاريخ الدين، كما أثبتناه قبله في حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رمضان فيه تنزلت الكتب كلها، التوراة والإنجيل، وقبل ذلك الزبور، وبعد ذلك جميعا القرآن، وقبلهم جميعا صحف إبراهيم. ما أنزل الله كتابا إلا كان متنزله شهر رمضان، إما في البداية ديالو أو الوسط ديالو أو الآخر ديالو. وقد علم أن كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم نزل في العشر الأواخر من رمضان من ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ينقطع إلى القرآن، يعني كيتخصص في رمضان بالخدمة ديال القرآن. ولذلك الكرم ديالو اللي كان فيه طبيعة كيزيد في رمضان. علاش؟ فرحا بالقرآن، حينما يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذه السنة ديال سيدنا محمد فعلا عليه الصلاة والسلام، الذي أراد أن يكون على منهج السنة في رمضان فعليه أن يتدارس القرآن، يشتغل بمدارسة القرآن. صحيح أنك تكون التراويح مباركة وخيرة فتملأ المساجد بالبركات والأنوار ويستمع الناس إلى القرآن، ولكن لا بد أيضا من تدارس القرآن، مطلب رباني في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأحاديث والآيات قبل ذلك متضافرة، والأحاديث متواترة في أن تدارس القرآن يعتبر من أعلى العبادات التي تصل قلب العبد بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدرس كيكسر هذيك الأغلال وهذاك هذاك الصدع كيكسروا اللي كاين في القلوب فيفتحها على القرآن، فإذا بها تتنسم أنوار الرحمن بشكل مباشر. ولذلك وجب أن نجتمع على كتاب الله جماعات وزرافات في بيوتنا وفي أسرنا سيرا إلى الله جل وعلا من خلال تدارس القرآن الكريم. حذاري من غفلات الإعلام التي تستغفل المسلمين في رمضان. الناس مع الأسف يبتلعهم التلفزيون في ليالي رمضان، وهذه كارثة لأن الوقت الذي أعطي لك واحد، ما عندكش في كل ليلة 2 ليلات، ليلة تفرج فيها في التلفزيون وليلة درس القرآن مع الأسرة ديالك، الأبناء ديالك والزوجة ديالك. لك فرصة واحدة، فلا يعيش التلفزيون مكانك. راه التلفزيون كيعيش الحياة ديالنا، هو كيتكلم وحنا كنشوفه، يبتلعنا. ولذلك أعطي التلفزة وقت آخر لما فيها من خير، أما شرها فلا يصلح لا لرمضان ولا لغيره. وتفرغ في رمضان لله. خص لسانك انت يخدم، ماشي التلفزيون كيخدم في موضعك. ماذا صنعت أنت مطلوب منك أن يشتغل لسانك بذكر الله، وتشتغل يدك ورجلك وبدنك كله بالإقبال على الله. شفت ملي تكون جالس، ماشي غير كتكون قيام الليل، ماشي غير في القيام وفي التراويح، راك جالس يعني في جلسة مربع رجليك في حلقات مع زوجك وأبنائك تتدارسون كتاب الله عز وجل وكتذكروا الله تعالى من خلال كتابه. راه الجسم ديالك كله خدام، جسمك كله، لأن الجهاز العصبي ديالك والدماغ ديالك مادام أنه تركز مع كتاب الله تعالى وتفتح القلب على القرآن الكريم، راه واخا راك جالس راه خدامين يديك ورجليك وودنيك، كل شيء فيك اشتغل بالله. التلفزيون يبتلعك تماما، ما كيخليش منك شعره واحده حيه، يقتلك.
وهذا نعيشه في أنفسنا. ملي كيكون التلفزيون في الدار خدام كأن الأسرة على رؤوسها الطير، كاين شي واحد كيتحرك، خشوع تام مع الأسف، ولا كخشوع كثير من الناس في الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد قلوبنا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، واجعلنا لك آئبين تائبين توابين متطهرين مقبلين عليك لا مدبرين ثابتين لا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب هذا الشهر المبارك رمضان بالخيرات والبركات والرحمات والأنوار يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم لا تفتنا فيه ولا تفتنا قبله ولا تفتنا بعده، اللهم ثبتنا فيه وثبتنا قبله وثبتنا بعده على صراطك المستقيم وعلى كتابك المستبين، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين الحامدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برحمتك أن تحرمنا من أنوار جلالك وجمالك، نعوذ بك أن نكون من التائهين، نعوذ بك أن نكون من الضالين الزائغين، نعوذ برحمتك أن نكون من المحرومين. اللهم لا تحرمنا من رحمتك ولا تحرمنا من توبتك، تب علينا لنتوب يا تواب، تب علينا برحمتك لنتوب يا تواب، اللهم تب علينا برحمتك لنتوب يا تواب. اللهم اجعلنا لك شاكرين ولآلائك ونعمائك ذاكرين، عرفنا بجلالك وجمالك، أرنا الخيرات والبركات في طريق النور طريق الحق المبين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فاتنين ولا تجعلنا مفتونين، ونجنا من فتنة الشياطين في هذا الشهر المبارك الأمين وفيما قبله وفيما بعده. اللهم أدخله علينا بالبركات والحسنات وأخرجنا منه غانمين، اللهم أخرجنا منه غانمين، اللهم أخرجنا منه غانمين مباركين ببركتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصديقين، واجعلنا في جوار رسولك الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات والتسليم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة في مشرقها وفي مغربها، اللهم استر العورات، اللهم أمن الروعات، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفيما حول فلسطين، وانصر إخواننا في العراق وفيما حول العراق. اللهم نجنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من مقبل الأيام شرورها، ونسألك من مقبل الأيام خيراتها وبركاتها. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء وفتنة. اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين، اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين مخلصين. اللهم اجعلنا أهلا لرحمتك، أهلا لعفوك، أهلا لبركاتك وتنزل أنوارك ورحماتك يا أكرم مسؤول ويا خير مامول.